صباح الخير، صباح الحب، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة مهمة قوي، يعني حصلت لي أنا شخصيا وعايزة أن أنا أشارككم معايا فيها. السفر. ليه الإنسان قبل ما بيسافر يعني بيرجع، يعني قبل ما يفكر ان هو يسافر او ما يقرر ان هو يسافر، بعد ما بيسافر بقى هناك وفي الغربة، ليه بيتغير؟ ليه مستوى إدراكه بيزيد؟ ليه الإنسان لما بيسافر، بالذات لما بيسافر، بيتعرض هناك لمواقف كتيرة جدا لوحده، بتغير شخصيته خالص، بتخلي إدراكه ووعيه يزيد. زي ما بيقابل ناس حلوة بيقابل ناس برضو مش حلوة. يعني خلينا نقول مش حلوة، بلاش نقول حاجة تانية. يعني ليه الإنسان بيتغير لأنه بيقابل كل المواقف وبيواجه حاجات كتير جدا لوحده. بيغير لأنه بيشوف ثقافات مختلفة وجنسيات مختلفة، بتغير نظرته للحياة وللأمور. بيتغير لأنه هنا كان في وسط أهله وناسه وإخواته، لكن هناك لوحده، بيواجه كل المواقف لوحده. مواقف يمكن هنا لو اتعرض لها مش هيحس بيها لأن هنا ناس كتير بتساعده، لكن هناك بيتعرض المواقف دي هو لازم لوحده يقدر ان هو يحل مشاكله بنفسه. مستوى إدراكي بيتغير، مستوى وعي بيتغير. بشوف مواقف بتخليني، يعني أنا مثلا رايحة سني 25 أرجع سني 40 من كتر الإدراك والوعي. كل سنة بتمر عليك في الغربة أو كل لحظة بتزيد إدراكك، بتخليك تشوف الناس بطريقة يعني أعمق من اللي انت كنت بتشوفها بيهم الأول. لما ترجع بقى، هي دي بقى الحاجة الفظيعة، ان انت بتشوف الناس بعيون تانية، كأنك مركب نظارة مكبرة، بتشوف تصرفاتهم غير الناس اللي انت كنت طول الوقت مصدقهم وشايف ان هم عمرهم ما يكذبوا عليك ابدا. تكتشف لا، فيهم حاجات، فيهم عيوب. بتبتدي تشوف العالم كأنك كنت يعني مغمض او لابس نظارة سودة، ابتديت تشوف العالم بنظارة تانية، تشوف كل حاجة حقيقية. يعني تشوف الشخص اللي بيكذب عليك، خلاص انا بقيت عارف ان هو كذاب. الشخص اللي هو بيستغلك، لا انا بقيت عارف ان ده بيستغلني. الشخص اللي كان بيحبك، انا اكتشفت ان هو ما بيحبنيش. الشخص اللي انا كنت مختلف معاه، لا اكتشفت ان هو كان صح. ابتديت نظرتي تتغير. لحظة الادراك دي، اللي في شخصيتك دي، بتتغير شخصيتك تماما. بتبقى مش عارف ترجع، انت بتبقى مش عايز تكون مدرك، لان الانسان لما يكون مدرك بيتعب اكتر. يعني احنا لما يكون عايشين زي الاطفال كده، ما بنبقاش يعني مهتمين قوي بالناس اللي حوالينا، او ما بنبقاش فاهمين مشاعرهم. زي الطفل ما يبقى عايز حاجة، عايز بس يضحك، عايز يلعب، عايز ياكل، عايز يشرب، بنبقى زي الاطفال. لكن لما بندرك الناس اللي حوالينا بنتعب قوي، بنبقى مش عارفين نتأقلم. يعني بتلاقينا كل ما نكبر وندرك لا، بنبقى عايزين نعتذر الناس شوية شوية، نقعد لوحدنا. ما بنحبش التجمعات، ما بنحبش الاختلاطات. عايزين نقعد مع ناس حقيقية، ناس زينا، ناس يعني بتضحك على اللي بنضحك عليه. مش ناس مثلا يعني عايزة توصل لك رسالة من تحت لتحت، ناس عايزة تضربك من تحت لتحت. لا، ناس عايزة مثلا انا عندي كذا وعندي كذا. لا، انت عايز ناس حقيقية، ناس تقعد تتكلم معاها بطبيعتك. مش عايز ناس تقعد تتكلف قدامهم. لا، انا عايز ناس حقيقية زيي، ناس زيي اقعد اتكلم معاهم، ما بقاش خايف ان انا مرد فعلهم عليا، ما بقاش خايف ان هم مثلا ما يعجبهمش كلامي. لا، بتكلم على طبيعتي، مش لازم طول الوقت اقعد يعني ارسم نفسي او اتجمل او اخد بالي من كلامي. لا، انا عايز ناس حقيقية. في الحالة دي بيبقى عندك، بعد ما كان عندك مثلا 20 صاحب، لا في الحالة دي بيكون عندك 3 4، 2 بالكتير، ممكن صاحب واحد اللي ترتاح له وتتكلم معاه. فأنا عايزة أقول إن احنا كل ما نكبر في السن، كل ما نمر بمواقف، كل ما بنسافر بقى، المواقف دي بتخلينا نكبر بسرعة قوي. يعني الشخص اللي بيسافر بيشوف المواقف دي كلها أسرع. يعني انت لو عايش في بلدك ممكن الإدراك دي يجيلك مع 10 سنين، لكن لو انت سافرت سنة واحدة بس ممكن تتغير لحظة الإدراك دي. في الغربة مش عارفة ليه، يعني الإنسان يعني مستوى إدراكه بيزيد وبيشوف حاجات فعلا فعلا. يعني اللي يعيش ياما يشوف، فعلا اللي يعيش ياما يشوف. يعني حقيقي، ده حقيقي. بس مش عايزة يعني أقول إن كل الناس في الغربة وحشة، أو أقول إن السفر في الغربة يعني الغربة سيئة. لا، في ناس كمان بنقابل ناس حلوة، بنقابل ناس جميلة، بنقابل ناس يعني يخلونا نحب الغربة. وفي النهاية يعني عايزة أقول
ان الناس الحلوة دي بتفضل جوانا حتى لو بعدتنا الوقت وبعدتنا الظروف وبعدتنا المسافات. الناس دي في قلوبنا، عمرنا ما بننساهم ابدا. الناس دي جوانا، عمرنا ان احنا ما نقدرش نسيبهم ابدا. نسأل على بعض ونطمن على بعض. يعني انا عايزه اوصل لكم فكره انه السفر قد ايه بيغير الناس، قد ايه بيغيرنا، بيغير مستوى ادراكنا لمرحله احنا ما بنعرفش نرجع تاني للمرحله اللي احنا عليها قبل الادراك. وده بيخلينا طبعا يعني نكبر وننضج اكتر واكتر واكتر، وحياتنا تبقى يعني اصعب. يعني اللي كنا نقدر نعيش فيه ونتحمله قبل السفر، ممكن بعد ما نرجع من السفر لا انا مش هقدر اتحمل فلان، انا مش هقدر اتحمل الموقف ده، انا مش هقدر اشتغل الشغل ده تاني مثلا لما ارجع. انا خلاص ما بقتش، بقيت مدرك بزيادة ان انا يعني خلاص مش عايزة اشتغل في المكان ده او مش عايزة اتعامل مع الناس دي. فمستوى ادراكك بيزيد ومستوى عقلك بيزيد ومستوى وعيك بيزيد. ويعني كده كفاية قوي النهاردة كده، وباي باي.